الصحة والجمال، لون جديد للحياة. فالناس عموما بتخاف في اي عمليه في النظر. تمام. يعني اي واحد تيجي تقول له هتعمل عمليه في عينيك يبقى خايف شويه، مش قادر ان هو يعمل العمليه بسرعه او بياخد وقته على ما يعمل العمليه. بتحب تطمن الناس تقول لهم ان العمليه دي بتبقى سهله ولا بتبقى ليها صعوبه؟ تمام. هي العمليه بالنسبه لخطواتها هي عمليه سهله. مضاعفاتها ما هياش حاجات بتحصل بنسبه 1%. المضاعفات دي عباره عن ايه؟ هو تصحيح اقل من اللازم او اكتر من اللازم. يعني واحد عنده 4 درجات، نتيجة ان خلايا الجسم ممكن تفاعلها يختلف مع شعاع الليزر من واحد للتاني. ما احناش كلنا زي بعض بالملي، او ما احناش شغالين على ماتيريال دي انسجة. فبالتالي ممكن جدا اللي كان عنده 4 درجات دوت يطلع بعد العملية عنده درجة قصر نظر، يعني تصلح له 3 وتبقى عنده 1. دي في خلال فترة زمنية لما بنلاقيه مستمر عنده الدرجة دي ومأثرة على نظره، بنعيد ادخاله تاني، نقول له احنا هنديك جلسة تقوية بس. ده اقصى ما يمكن حدوثه من مضاعفات في الموضوع يعني. طبعا التقدم في الاجهزة غير التقدم في الفحوصات، لا التقدم كمان في جهاز الليزر نفسه. زمان كان مجرد ان جهاز الليزر بيصحح الدرجات فقط لا غير، لا دلوقتي في بيسموه اللي هو ايه الليزك التفصيلي، ان هو بيدرس عيوب الابصار، مش بس الدرجات. لا، في عيوب ابصار تانية غير الدرجات. دي بتدي تحسن في الرؤية يفوق المستوى اللي كان بيحصل عليه المريض بالنضارة. يعني اذا الامور مشيت بشكل طبيعي، المريض بعد العملية هيشوف بالنضارة احسن من غير النضارة، سوري، بعد العملية احسن مما كان بنضارته. وده يعني هو ده اللي كانوا يعني كان زمان ترويجيا بره بيقولوا عليه السوبر فيجن. فانا كنت بقول لا، لما بدات اشوفه مع مرضايا 1 و2 و3 يقولوا لا، الكواليتي او الجوده بتاعت الرؤيه تحسنت اكتر من الاول. انا بدات اقتنع بان الناس دي ما كانوش بيقولوا كلام ترويجي. ده اللي هو بيقولوا عليه حضرتك اللي هو الليزك ببصمه العين. بصمه العين دي اللي هو ايه، دراسه لعيوب الابصار واصلاحها بالجهاز الكمبيوتر، يعني نتيجه هذه الدراسه. طيب دكتور، يعني معنى كده باخد من كلام حضرتك ان المريض ممكن يوصل نظره 6/6 بعد العمليه؟ هو المريض بيوصل ان الطبيعي او النتيجه الطبيعيه للمستوى النظر اللي هو يوصل له هو 6/6 واحسن. واحسن كجوده النظر. يعني تفاصيل الاشياء بيشوفها احسن. يعني العمليه دي يا دكتور بتبقى ليها ميزات رهيبه. مميزات رهيبه. وطبعا في يعني تفرق في حياه اشخاص انا قابلتهم من مرضايا، يعني بتنقل حياته شويه. بمعنى ايه؟ يعني مثلا في سيدات مثلا في مجتمعات معينه لا يمكن تلبس نظاره. اذا لبست نظاره دي يعني بتقول لي من رابع المستحيلات. انما هي عايزه تشوف. فبالتالي احنا بنجيب لها الحل دوت. ان هي تشوف بس من غير النضاره او العدسات اللاصقه ومشاكلها والجو المطرب بتاعنا وكده. فبالتالي ان هي تشوف ده انت نقلت فعلا حياتها بشكل كويس جدا، وخليتها تقدر تمارس انشطتها اللي هي المفروض تقوم بيها، ما تبقاش فيه نسبه من الاعاقه. كذلك برضو حضرتك عارف الرياضيين، لما يكون واحد عنده عيب ابصار وهو رجل رياضي بطل. انا كان ليا زميلي ايام الكليه ما كانش طبعا جوده الامور دلوقتي زي دلوقتي. لا، كان بيلبس عدسات لاصقه وهو بيلعب. كان لاعب كره محترف، وكان كان زميلي في كليه الطب. كان لاعب كره محترف بس عنده مشكله في الابصار، مش عارف يلبس النضاره. مره العدسات وقعت منه في الملعب، فكان يعني دي بتمثل له اعاقه. حاجه زي دي لا، بتنقل الجوده بتاعت حياته شويه. فاصل اعلاني يا دكتور وننتقل الى حضرتك. فاصل اعزائي المشاهدين وننتقل اليكم بعد قليل.